كنا فاكرين ان بعد الثوره الحال هيتعدل، بس ما بقاش في امان لا بالليل ولا حتى الصبح. صحيت الصبح مفيش دستور، مفيش مساواه، مفيش صحه، مفيش عداله، نسبة التحرش زادت بشكل كبير جدا، مفيش ميه، مفيش امن، مفيش مصر. احنا عملنا ثوره ومفيش شيء اتحقق. مصر اللي كان اسمها هوليوود الشرق بيموت فيها الفن، بيلغوا الباليه، بيلغوا الفنون الرفيعه، بيتدخلوا في كل حاجه. هم بيتهيألهم ان هم هيقدروا يغيروا الهويه الفنيه والهويه الثقافيه للمصريين. احنا 100 سنه سينما وآلاف الأعوام فنون أخرى من فنون تشكيلية وفنون تعبيرية ومسرح وسينما وتلفزيون وحاجات كتير قوي. مصر دولة قوية والمصريين أقوياء. أي نعم أنا خايف على الفن لكن مش خايف على مصر. فأنا بدافع عن مصر اللي أنا طول عمري بحبها واللي طول عمري عارفها واللي طول عمري عارفها بتقود الإنسانية كلها في طريق النور والحضارة والخير. إذا نزلت فلا عودة إلا بعد حقق الهدف، وكل ما كان الحشد كبير كل ما كان تحقيق الهدف أسهل. فمصر مش هتتهزم، إن الشعب المصري هينتصر. أنا هنزل في 30/6 علشان أعبر عن رأيي بشكل سلمي، وهحافظ على أخويا المصري حتى لو كان مختلف معايا في الرأي. لازم كلنا ننزل ندافع عن حقنا، ندافع عن تاريخنا، ندافع عن ولادنا وأحفادنا عشان يعيشوا في بلدنا الجميلة دون إقصاء أو إرهاب أو تخوين أو تكفير. مصر وطن عايش جوانا، أتمنى أن كنتوا تنزلوا وتدوروا على وطنكم. مصر عزيزة قوي علينا، لازم ننزل يوم 30. دعوة لكل مصري ولكل مصرية، مصر محتاجاكم يوم 30/6. أنا نازل 30/6 لحماية مصر. أنا نازل 30/6. انا نازل يوم 30/6. انا هنزل يوم 30/6. انا هنزل 30/6. أنا نازل يوم 30/6. أنا نازل يوم 30/6. أنا نازل يوم 30/6. إن شاء الله نازلين كلنا يوم 30 عشان نرجع مصر بتاعتنا. فاللي شايف ان دي قضيته لازم يبقى موجود يوم 30. ميعادنا يوم 30/6. ميعادنا يوم 30/6 في سلام مصر ترجع تاني. أي انهيار للأهداف الحيوية في الدولة يعتبر انهيار للدولة، لأن دي ملك الشعب، وفي نفس الوقت تعتبر جزء من المجهود الحربي بتاع القوى المسلحة، فلا داعي للتعامل معها وتدميرها، لأن لابد من الحفاظ على أهداف الحيوية، وبالتالي لابد أن تكون مظاهرات سلمية وبعيدة عن العنف، لأن العنف بيولد عنف وكفاية إراقة الدماء. لو انت شايف ان دي مصر اللي انت بتتمناها ما تنزلش 30/6.